أوقات كتير بنستنى اللحظة المناسبة علشان نعمل حاجة معينة نفسنا فيها، أو حتى شايفين إنها الأنسب لينا أو هتفرق في حياتنا. بس الأسباب كتير بتكون النتيجة النهائية هي التسويف والمماطلة، وللأسف معظمنا عانى من طريقة التفكير دي بصورة أو بأخرى، أو مازال بيعاني. افتكر إن كتر التفكير ووضع الخطط أوقات كتير بيكون هو العائق. ما تفضلش قاعد مستني اللحظة المناسبة أو الوقت المناسب، لأنه مش هيجي. ومش عايزة حد يفهم من كلامي إني بقول إني محسبش للخطوة اللي أنا داخل عليها، أو إني أمشي في حياتي بصورة عشوائية غير مدروسة، أو إني أكون مش مخطط لحياتي. بس اللي عايزة أوصله إنه أوقات كتير بيكون كتر التفكير مش مفيد قد ما هيفيدك إنك تاخد خطوة عملية. ساعتها هتعرف على أرض الواقع إيه المطلوب منك فعلا، وتبدأ تعدل على الخطة. طول ما أنت مستني الوقت المناسب علشان تعمل حاجة، فأنت للأسف مش بتعمل ولا هتعمل أي حاجة. أنت في الأوقات دي كل اللي بتعمله هو إنك بتأجل سعادتك بإيديك، لأنك ما تعرفش أنت حرمت نفسك من تجارب قد إيه قد تكون ناجحة ومؤثرة في حياتك أو في حياة اللي حواليك. أنا عارفة إن إحنا ساعات بنعمل ده بحسن نية، مفكرين إن إحنا لما بندرس الموضوع من كل الزوايا وبنحط خطة محكمة وواضحة إحنا كده بنفيد نفسنا. بس الحقيقة إنك عمرك ما تعرف أبعاد الحاجة الحقيقية غير لما تشوفها بعينيك وتلمسها بإيديك. في لحظة معينة لازم تنزل فيها لأرض الواقع. أوقات تانية بنلجأ للتسويف والمماطلة، خوف من المجهول، خوف من أخذ الخطوة الأولى. افتكر دايما إن صعوبة أي شيء بتكون في بدايته. خد الخطوة الأولى وهي لوحدها هتلاقيها بتجيب خطوات تانية كتير، وهتلاقيك بتقول لنفسك قد إيه أنا ضيعت وقت كتير في الفاضي. حط أسوأ الاحتمالات اللي ممكن تحصل واستعد ليها، ابدأ باللي معاك وفي إيدك، مش اللي مستني إنه يجيلك. طول ما أنت عايز الحاجة دي بنية صادقة، أحب أقولك إن أنت شخصياً ممكن تستغرب من تيسير الأمور اللي ممكن يحصل لك طالما خدت بالأسباب وبدأت. أوقات كتير بتبقى كل اللي الحياة طالباه منك شوية مخاطرة، أو خلينا نسميها شجاعة. خليك شجاع.